توج بكأس العالم للشباب التي أقيمت في تشيلي. نتابع وإياكم هذه الصور المباشرة طبعا بوجود عدد غفير من المغاربة في الشوارع من أجل استقبال المنتخب المغربي الذي كما نرى يستقل هذه الحافلة. المنتخب المغربي كان قد تغلب على نظيره الأرجنتيني في المباراة النهائية بهدفين دون رد. هي لحظات احتفالية رسمية وملكية للمنتخب المغربي بما أنه توج ببطولة العالم. وطبعا المغرب يعد أول منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز وثاني منتخب إفريقي بعد غانا عام 2009. دعونا نتحول إلى الرباط مع مراسلنا عزيز فتحي لينقل إلينا الصورة مباشرة من هناك. عزيز. ميشيل، قبل قليل خرجت حافلة حمراء مكشوفة من القصر الملكي بالرباط بالمشوار السعيد بعد أن حظي عناصر المنتخب المغربي باستقبال رسمي من الملك محمد السادس العاهل المغربي وولي عهده مولاي الحسن. خرجت هذه الحافلة المكشوفة من باب السفراء، لفت يمينا عبر شارع مولاي الحسن ومنه مرت عبر بمحاذاة مسجد السنة ثم يسارا إلى شارع محمد الخامس. في هذه الأثناء هذه الحافلة التي تضم عناصر المنتخب المغربي من لاعبين وطاقم فني وتقني وطبي يحيون الجماهير التي خرجت إلى شوارع الرباط لتحيي المنتخب المغربي أقل من 20 سنة الذي توج بكأس العالم قبل يومين ورفع العلم المغربي عاليا في سماء سانتياغو. العناصر المنتخب المغربي في هذه الأثناء يتبادلون التحايا مع الجمهور المغربي من مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، رجال، نساء، مسنون، شباب، كهول، أطفال ويافعين وشباب يحيون عناصر المنتخب المغربي الذين حظوا تتويج بكأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية ولثاني مرة في تاريخ المنتخبات الإفريقية بعد منتخب غانا كما أشرت إلى ذلك ميشيل عام 2009. هذا المنجز ينضاف إلى منجزات كثيرة حققها المنتخب المغربي بمختلف. في هذه الأثناء يمكن أن نرصد هتافات الجماهير المغربية التي تحيي لاعبي المنتخب المغربي أقل من 20 سنة الذين قدموا قبل ساعات من سانتياغو من جمهورية الشيلي بعدما رفعوا العلم المغربي عاليا فوق ملعب سانتياغو الوطني بعد أن حظوا وتشرفوا بالكأس كأس العالم. هذا المنجز الذي ينضاف إلى منجزات أخرى حققها المنتخب الأول الذي كان رابعا في مونديال قطر، ومنجزات أخرى منجز المنتخب المحليين الذي حظي ب4 مرات بالتتويج القاري، منتخب الأشبال وأقل من 23 سنة الذي حظي بكأس إفريقيا، منتخب السيدات اللواتي كنا وصيفا مرتين، ومنتخب السيدات داخل قاعات اللواتي حظينا بكأس إفريقيا. هذه المنجزات جاءت تباعا خلال ال5 سنوات الماضية وهي نتيجة لخطة ل10 سنوات أو أكثر بعد مناظرة الصخيرات التي أشرف عليها ووجهها العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد إنجاز وتأسيس أكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي خرجت 5 أشبال الأطلس الذين شاركوا في مباراة النهائية أمام الأرجنتين الذي كان صاحب اللقب 6 مرات، وهزموا كذلك منتخب البرازيل الذي كان حمل هذا اللقب 5 مرات، كما هزموا منتخبات أخرى عالمية كفرنسا وإسبانيا كما حصل مع المنتخب الأول عزيز.
قبل سنوات يعني في الدوحة. طبعا هي نعم لحظات فخر واعتزاز وسعادة، يعني كل يمكن المشاعر الإيجابية تختلط في هذه الأثناء مع هذه الحشود الغفيرة التي اجتمعت في الشوارع لتستقبل المنتخب الذي يمكن حقق حلم المغاربة بهذا الإنجاز التاريخي اليوم عزيز. فكيف يعني يمكن أن تصف لنا ما تعنيه هذه البطولة بالنسبة للشارع المغربي أيضا، وإلى أي مدى قد ترفع ربما من سقف طموحاتهم وتطلعاتهم بعد هذا الإنجاز في كأس العالم؟ صحيح ميشيل، هذا هو التحدي الذي أشارت إليه كذلك كبرى الصحف والمواقع والجرائد والمجلات العالمية، في إشارة إلى عدد من الدول التي حققت منجزات عالمية لكنها تراجعت فيما بعد. هذا هو التحدي ميشيلا، وربما أو أكيد أن الاستقبال الملكي لأشبال الأطلس سيرفع من طموحات الأندية المغربية سيرفع التحدي بالنسبة للمنتخب الأول المقبل على كأس إفريقيا وعلى كأس العالم العام المقبل وعلى كأس العالم 2030 الذي يستضيفه المغرب بشكل مشترك مع البرتغال وإسبانيا. التحدي أكيد أنه يرتفع مع المنجزات التي تحققت، وخصوصا منجز كأس العالم بالنسبة لأشبال الأطلس أقل من 20 سنة. عفوا. صح عزيز، هل تسمعني؟ اليوم عادة بمثل هذه البطولات التي يمكن تركز على يعني إنجازات الشباب بطبيعة الحال والمنتخبات الشبابية، ويظهر فيها نجوم ولاعبين يمكن عندهم مواهب أو عندهم تفوق في هذا المجال. إلى أي مدى أيضا يعني في خطط للاستثمار بهؤلاء اللاعبين أو البناء يمكن على يعني ضمهم بالمنتخب الوطني في مرحلة لاحقة؟ نعم، يمكن الإشارة قبل ذلك إلى أن أشبال الأطلس منهم 5 لاعبين هم خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. بالنسبة للمنتخب الأول نتحدث عن أسماء وازنة محترفة في أندية مرموقة: يوسف النصيري، نايف أكرد، وغيرهم من خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وبقية المدارس الكروية الوطنية. وأبعد من ذلك فإن محمد وهبي مدرب كأس العالم قبل يومين هو خريج المدرسة الكروية الوطنية. هذا يثبت بأن استراتيجية السياسة الرياضية التي انطلقت قبل 15 سنة وترسخت بمناظرة سخيرات وترسخت كذلك بتتويج القاري والعالمي، فهي تؤكد على أن السياسة الكروية المغربية هي سياسة استراتيجية تركز على الإشعاع الإقليمي والدولي للمملكة المغربية، وتركز كذلك على عنصر التماسك الاجتماعي الذي تحققه الرياضة بعد أن ترفع العلم المغرب وتعرف به عالميا وتؤكد على مكانتها كأساس ترسخ مكانتها كأساس وكلبنة من لبنات الخريطة الكروية العالمية. فإنها تؤكد على أنها قادرة على تخريج أفواج اللاعبين، ليس فقط